بص يا سيدي، علشان الخص لك الموضوع خليني اقول لك امريكا دي عباره عن ايه في عجاله كده. الاول والمتعارف عليه ان الرحاله الايطالي كريستوفر كولومبوس وصل في 12 اكتوبر سنه 1492 لجزر اسمها البهاما في منطقه الكاريبي. اكتشف ارض قاره امريكا الشماليه، بس الراجل مات وكان مفكر اصلا ان دي جزر الهند، عشان يجي بعده المستكشف الايطالي اميركو فيسبوتشي ويكتشف ان دي ارض جديده مش الهند ولا حاجه. علشان كده عملوا حاجه مش متوقعه خالص، سموا المكان باسمه. ده طبعا بعيدا عن تقارير كتير قوي بتقول ان مسلمين الاندلس هم اول ناس اكتشفوا الامريكتين، وان كولومبوس نفسه استعان بخرائط المؤرخ علي بن الحسن المسعودي الهزلي في رحلته الاستكشافيه اللي طلعها. ده غير برضه سكان المكان الاصليين اللي كانوا موجودين نفسهم، يعني المكان ما كانش مهجور ولا حاجه. المهم بعدها الولايات المتحده الامريكيه كدوله اعلنت استقلالها سنه 1776 علشان تنفصل عن بريطانيا العظمى وتشكل نواه للدوله العالميه الجديده اللي بتجمع بقى كل الاطياف وكل الناس الحلوين من العالم. ومن هنا ظهر نهج الحلم الامريكي.